عائلة اوتوموتيف، كنتمنى يكون كلشي بخير. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا على الديكالاميناج. شنو هو الديكالاميناج وشنو الدور تاعو، واش عنده منفعه في ازاله الرواسب داخل المحرك او لا؟ اول حاجه الديكالاميناج او تنظيف المحرك بالهيدروجين هو عباره عن واحد الاله تيكون الداخل ديالها عامر بالهيدروجين وتيكون فيها مواسير باش يضخوا هذه الماده اللي هي الهيدروجين داخل المحرك باش يقوم بالتنظيف من جميع الرواسب والشوائب. وهذه القضيه راه فعلا فعاله وتستعمل الدول الاوروبيه، لكن الاشكال ان هذه الاله ما كتصلحش في جميع السيارات، لان الترسبات اللي تيكونوا في السيارات قديمه او لا كيلومتراج طالع تاعها او ما كدير الصيانه دوريه المحرك، فراه الشوائب كتكون كبيره يعني فوق الطاقه ديال ديك الاله، يعني واخا يدوز لهم الهيدروجين ما غادا تكون عنده حتى فائده. فراه ممكن يكون العكس ويبقى داك الهيدروجين داخل المحرك ويدوز لك لي سوباب ولي زانجيكتور، يقدر الله يحفظ يمشي لك حتى محرك السياره. وهذا الشيء اللي وقع في واحد السياره الا تبعتوا الفيديو حتى الاخر. وفي هذا الفيديو غادي نتكلموا على جوج انواع ديال السيارات اللي فيهم بجوج نفس المشاكل. غير الاولى اللي هي امامكم اختارت انها دير الديكالاميناج، والثانيه اختارت انها دير الطريقه اليدويه اللي غتبان لكم في الفيديو. الاخوان هذا السياره اللي امامكم كان عنده مشكل ديال الاختناق في المحرك الاول ودار ليه الديكالاميناج. المشكل ان المحرك وقف على العمل بسبب دخول الهيدروجين الاماكن غير مسموح بها وتوقف على العمل. صاحب السياره قرر انه يغير المحرك وحتى هو لقى عامر بالترسبات، وهذا الشيء عادي في المحرك اللي كيكون قديم وضارب كيلومتراج بزاف. المشكل داروا لي نفس العمليه في المحرك الاول، لكن لحسن الحظ انه ما توقفش على العمل. سيري صافي بركه. وهنا اتصل بينا ولقى اذن صاغيه وقررنا نخدموا هذه السياره. وفعلا بعد ما لقينا ان الديكالاميناج اللي دار المحرك الثاني ما عنده حتى فائده وباقي نفس الترسبات ومؤثر بشكل كبير على المحرك، لان الترسبات اللي فيه فرا خارج جميع اجزاء المحرك تخدم يدويا وامام اعين تاعك. ما نساوش الترسبات انهم تيجيو من نوعيه الوقود اللي كدير وجوده الزيت اللي كتستعمل في سيارتك وطريقه السياقه. هادو عندهم دور كبير في كميه الترسبات اللي غادي يكونوا داخل المحرك من المستقبل. اما السياره الثانيه اللي في الفيديو اللي فيها نفس المشكل السياره الاولى، فرا تعالجت بطريقه مختلفه ومغايره على السياره الاولى والنتيجه بدون اضرار. الفرق غادي يكون واضح في نهايه الفيديو، لكن شوفوا كيفاش كنعاملوا الطوموبيل فاش كتجي عندنا. جميع الاجزاء اللي تيمروا منهم مخلفات الوقود والزيت تنقوموا بالازاله تاعو يدويا وتنقوموا بعمليه تنظيف بطريقه يدويه، يعني كنحطوا الاجزاء المضروره امام امر الواقع وكل شيء تيكون باين لينا. وعاد كنستخدموا مواد خاصه للتنظيف، واليد خاصه تكون خدامه في هذه العمليه حيت عندها دور ديال 80% في عمليه الازاله ديال هذه المواد، و20% اللي كتبقى هي الماده اللي كنستعملوا. وقيل الميساج واضح. السلام عليكم الناس ديال هوندا، الدراري ديال شاد اوتوموتيف. هذا واحد فلتر بارتيكول ديال شاد اوتوموتيف. جا عندنا هاد الفلتر بارتيكول على قبل نيطوياج ديال الفلتر بارتيكول. لحسن الحظ هاد الفلتر بارتيكول جا عندنا طاح في ايدي امينه. دونك حنا رجعنا لكم من بعد ما حطينا الفلتر بارتيكول ديالنا ترقد. دابا غادي نبداو في البروسيدير ان شاء الله. شفتوا في الفيديو شحال ديال الترسبات اللي حيدنا من الفلتر بارتيكل اللي تيكون هو كمركز اللي كيتجمعوا فيه جميع الترسبات، وشفتوا كميه الضغط اللي درنا ليه وكميه الاوساخ اللي خرجت منه. واش كتظنوا ان هذا الهيدروجين غادي يقوم بهذه العمليه؟ بطبيعه الحال لا. السياره في الفيديو قمنا بالعمل يدويا وعطات الثمار تاعها. اما السياره الاولى اللي وريتها لكم اللي كان فيها بزاف ديال المشاكل حتى هي تخدمات يدويا وحتى هي غتعطي الثمار تاعها. اخوان اخيرا الكيا نقدروا نقولوا تقاد المشكل ديالها. دابا جا مون الطوموبيل باش نعطيو السياره كما تشوف في الفيديو الاول كيفاش جات السياره، يعني الروينه كانت فيها لداخل. ونشوفوا رده الفعل ديالو واش غيعجبو الحال ملي غيسوق الطوموبيل، واش غيلقى فيها شي حاجه ما عجباتوش. غنخليو الرياكسيون ديالها لايف مباشره باش نشوفوا كاملين رده الفعل ديالو. تبعوا معنا. السلام عليكم. انا عطيك تيستي طوموبيلتك. بسم الله. هاد السيد مسكين عانى الاخوان وعانى بزاف. وداكشي كامل ديالك راه جمعتو لك هنا في الكوفر. الله يرحمو.
عقلتي هنا كي كانت الدنيا، هنا كلشي هنا الروينه، الموتور مليوح، الكيلاس مليوح. وهاد الطوموبيل الاخوان جاتني اخبار بانها كانت على 2 كراجات. جوج كراجات هادي يعني ملي شافوا الفيديو عيطوا لنا اصحاب الكراجات الاخرين اييه وما جاوبناهمش. المهم حنا واعدنا اصحاب الكراجات الاخرين ما نجبدوهمش، جبدناش وهذا راه حنا لقيناه غا هكا. احنا غير من تصايب الطوموبيل اللهم لك الحمد. دابا السيد غيعطينا رياكشن ديالو لايف، اللوحه الا ما كان باقي فيها المشكل يقولوا لنا مباشره. احسن من الاول بعدا بزاف كاع. صابوله ما شاعلنا الاخوان، لا تشيك لا حتى حاجه. ما عندي ما نقول صراحه، ما عندي ما نقول. تبارك الله عليكم السي عتام. الاخوان هاد المجهودات اللي دارت راه ماشي فرد واحد، احقاقا للحق راه كاين واحد ليكيب اللي مورايا اللي وقفوا في هاد العمل ولا كيوقفوا في اي عمل ديال اي سياره درناها. الحمد لله الاخوان هادشي كامل بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الناس اللي معانا اللي خدامين معنا هنا في الكراج، لان حنا يد واحده، يعني شي كيكمل شي باش وقفنا هاد الطوموبيل من ناحيه المحرك السياره ماشي شي حاجه اخرى. اول حاجه بدا كنشكركم بعدا كاملين على مرحبا الله يعاونك اللي درتو معايا صراحه. يعني الطوموبيل يعني شحال من واحد شافها شحال ما يعني ما عرف ما يدير فيها صراحه. نتوما تبارك الله زعما لقيتوا لها الحل. بدا هذه اول حاجه بعدا. اللهم لك الحمد. ثاني حاجه الله يعطيكم الصحه والله يحفظك ليا الله يحفظك ان شاء الله. اللهم يسر. وراه كما تنقول ما تيقول المثل ما تيدوم على المعقول. اللهم يسر. ما تيدوم على المعقول. اخوان شكرا لكم بزاف، احبكم في الله.